سبح 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 صباحكم قشطة وعسل نحل، صباحكم معطر بذكر الرحمن، صباحكم معطر بنور النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. إيه يا أم حود عندك إيه النهاردة؟ تعالوا بقى يا حبايبي نجرب في الشعلة النهاردة، أصل حصلت لنا والله العظيم حصلت لنا كارثة 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 يعني. أنا شوفوا أنا بسجل الصوت ده بعد ما سجلت الفيديو تاني يوم على طول، يعني شوفي امبارح مثلا سجلته والنهارده امبارح صورته والنهارده بسجله. حصلت إيه، حصلت بحودة حصلت له مشكلة كبيرة، تعالوا إيه يا رب نشوف المشكلة دي، خليكم معايا واسمعوا الفيديو، مش هاقول لكم بقى إيه على كل مرة، لأ أنا عارفة اللي أنتم حبايبي واخواتي وصحابي وبتدعموني من قلبكم والله. أنا جيت يا عم يا يا عم أنا جيت يا عم الحاج بقى إيه أولّع، بيقول لي: "أنتِ بتعملي إيه، هو أنتِ قد اللي أنتِ بتعمليه ده، هاتي يا شيخة بطّلي، هو أنتِ كده كل يوم الصبح لازمًا إيه والنقر يشتغل، اتّخري كده اتّخري." رُحت جاية من التخرية بيولّع بقى، أقسم بالله هذا حصل حقيقي ورب العزة، اللي حصل فيه دلوقتي حصل حقيقي، أهو هيل 1، 2، 3 أهو بُصّوا ش أنا ضحكت زهق عليَّ وأنا ما ليش ذنب، أقسم بالله زهق عليَّ وعمل إزاي، وإحنا على فكرة كانت الخطوة دي بجد والله العظيم، لإن رموشه اتحرقت وشنبه اتحرق، شنب النجعاوي باظ، بُص قُلت له: "أنا ما ليش دعوة بقى أنا قايمة وسايبة لك الحتة أهو، بُص بقى اتعمل إزاي." هو ده عصبية بقى إيه والنرفزة، ما رضيتش أسيب لكم الفيديو بالصوت على فكرة، ما أحمد جه جري من جوّه كان والله لسه لابس هدوم البيت وأهو بُصّوا سِبت لكم المنظر كلّه على طبيعته، والله سايبة لكم المنظر كلّه على طبيعته، أحمد زعل: "إيه يا بابا اللي أنت بتعمله ده يا بابا أنت مش يا بابا اللي أنت يا بابا ما بتتولّعش كده يا بابا." لإن الولد ما جابش إحنا على فكرة قطعنا البتاع ما جابتهاش، بس عمّالة أقول له: "والله شنبك عِمل أهو." شمينا ريحة شياط في التو واللحظة، شنب النجعاوي باظ يا جماعة، الشنب باظ. بس والله زعلت زعل نعرها وز و و و واتشابطنا مع بعض، بس دخلنا جوّه عشان البلكونة طبعًا، لإن رموشه راحت جاية شايطة كده واتطرت نُصّها. رُحت جاية ماسكاهم له بقى فاركاهم كده، وقُلت له: "إن شاء الله هيطلعوا ما تخافش، وإن شاء الله بإذن الله ألف سلامة عليك يا أبو حوضة وربنا ما يعودها تاني." لإن إحنا أول مرّة فعلًا نعمل الشُعلة دي ومش فاهمين لها بصراحة. المشكلة اللي أحمد جه جري يا عيني من جوّه عشان لمّا زعّقنا، يا لهوي! رُحنا جايين مصوّتين بقى. هاقول إيه، الحمد لله غُشم يا جماعة على فكرة، مش لينا يعني خبرة في موضوع الشُعلة دي يعني، ما جبناهاش أول مرّة نجيبها ونشتغل عليها، ليه؟ اللي عرفنا بعدها الأنبوبة مضغوطة، الأنبوبة كانت مضغوطة وفيها هوا، أول ما عرفنا من أحمد بقى، لإن أحمد كان شغّال قبل كده في مطعم أو في حاجة، فهو عارف الحاجة زي دي يعني. فبيقول أول ما بنيجي بنولّع ما نفتحش مرّة واحدة، محمد راح جاي فاتح مرّة واحدة، راحت جاية الشُعلة راحت جاية طالعة لفوق، شنب النجعاوي ودقن النجعاوي ورموش النجعاوي طارت، طرت، طرت كده. الحمد لله بقى إيه، بيقول لي بقى: "العوض منِّك أنتِ." قُلت له: "لأ العوض على ربنا." "العوض منّي ليه، وأنا قُلت لك أنت اللي جيت جري وبتقول لي أنتِ بتعملي إيه، هو أنت قد اللي بتعمليه ده أنت هتعملي." خُد بقى أنت عندك بقى اللي أنا ما عملتهوش. النهارده طبعًا عندِك إيه يا أم حودة، عندنا لحمة راس بس تقولوا قشطة، والله العظيم تقولوا قشطة. جِبت بقى كيلو لحمة راس كده، اللحمة يا جماعة بصراحة ب220 جنيه. يعني أنا عشان أجيب لحمة كيلو ب220 جنيه وأجيب كيلو رز وأجيب معاه شوية بسلة، يبقى الأكلة كده دخلت في 300 وزيادة. فقُلنا بقى نروح نجيب نجيب الحاجة اللي على قدّنا، الحاجة اللي إحنا نمشي على قدّنا بيها لغاية ما ربنا ييسّر لنا الحال بدعمكم بحبكم لأم حودة العسل. والله العظيم الدنيا يا جماعة بزراميط، بزراميط، ولا أنا عارفة أقف في المطبخ فاضي، وطبعًا طلّعت المطبخ ده برّه، وحسّيت في المطبخ كمان معلش من كلامي مش تزعلوا منّي، والله العظيم غصبٍ عني، أنا دايمًا باقدّم لكم الطاقة الإيجابية والطاقة الحلوة، أنتم بتضحكوا وتنبسطوا منها، بس غصبٍ عني بالاقي حاجات كده غريبة بتحصل من الرطوبة، نيجي نسأل نجيب حد ونيجي يعني يشوفوا الوضع إيه، يقول لك دي من الرطوبة، دي من الرطوبة، وأنتم المفروض ما تقعدوش في الشقة دي، لإن الشقة دي غلط عليكم، عندكم أطفال وعندكم ولاد، فأنتم المفروض ما الشقة دي ما ينفعش تقعدوا فيها، لإنها آخر دور، وممكن يعني لا قدّر الله حيطة تُقع، ما أعرفش إيه يُقع من السقف، يعني أي حاجة بالذات في المطبخ، عشان كده وقوفنا في المطبخ بسيط جدًا، جدًا. يعني أنا شغلي في المطبخ ما عادش، كل حاجة دلوقتي هاطلع أعملها في البلكونة هنا برّه. باقول لكم الله ريحة حلوة يا جماعة، والله الريحة حلوة سبحان الله. في ناس بتقول لك إيه، يعني أنا أسمع بيقول لك: "الكحكة في إيد اليتيم عجبة." الناس اللي هي يعني مش عايزة نتكلم بقى هم يعني إيه،
كده سمعوا أول حرف من كلامي كده، بس هُم أكيد هُم عارفين على مين يعني. فسيبوا الناس في حالها يا جماعة، سيبوا الناس في حالها، يعني هو بيقول لك الكعكة في إيد اليتيم عجبة مثلًا، والّا أنتم يعني لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. ده اللسان بقى كان باقول له: "محمد" بيقول لي: "أنتِ عاملة لحمة راس، طب أنا بقى مش بايت لِك في البيت ده ولا قاعد لِك فيه." ما بيحبهاش خالص، قُلت له: "تعالَ ما أنا عاملة أكل تاني هتاكل." قال لي: "لأ مش قاعد." فأنا بقى رُحت جاية عاملة مقطّعة بصلاية ومقطّعة طماطماية وعاملاهم زي المرتة كده، وحطيتها عليها تشويح بس، تشويح تبُك وتشرب المَيّة بتاعتها، تبُك وتشرب. والله العظيم كانت ريحتها عسل قشطة كده، مهلبية، مهلبية. تسلم إيدِك يا أم حودة. إيه يا أم حودة جايب لنا إيه؟ كان عندنا رز بقى وبطاطس بايتين من امبارح في التلاجة، طب نعمل إيه؟ نروح جايبين عليهم بقى الله، الله! عسل، 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 عسل كده منِّك يا بت، عسل كده. الله! ريحتها عسل. بتعمل إيه يا أبو حودة؟ أهو شوفي الشنب باين طري إزاي، يا خرابي على شنب النجعاوي يا ناس، بقى بُصّوا عنوان الرجولة، عنوان رمز الرجولة طري يا ناس. بطّل مناقرة بقى وهات. بُصّوا بقى إيه، بطاطس ورُز. تعالوا بقى هنرميهم، لأ مش هنرميهم، نرميهم ليه؟ حرام، حرام. لِم النعمة، النعمة تلمّك على طول، اوعوا تبعزقوا كده ولا ترموا حاجة، لأ، لِم النعمة، النعمة تلمّك. ما عندناش طيور بلدي ولا عندنا حاجة تاكل، لأ روح جاي حاطاه في التلاجة. الأكلة البيضة نحتاج في اليوم الأسود، ما هو الأيام كلّها استغفر الله العظيم يا رب، أيام ربنا كلّها خير والحمد لله، بس حاجة زي دي برضه بتنفع. رُحت جاية بقى عشان ما الغطيان دي ما بتخشش في دراج التلاجة، رُحت جاية ملبّساهم أكياس نضيفة زي ده كده، ورُحت جاية أهو. نفعت والّا ما نفعتش؟ أنا عايزة أعرف نفعت والّا ما نفعتش؟ الرز والبطاطس أهو نفعوا، بينفعوا ولله الحمد. رُحنا جايين بقى إيه، حاطين مسخّنينها. بتعملي افتحي إيه يا أم حودة، هتجيبي إيه؟ قعدت أقول له: "هات الغطيان." مش راضي يجيبها لي، يقول لي: "هاتي لنفسِك، هو أنتِ اتكسحتِ؟" أقول له: "ماشي." يا راجل هات الحلة طيب، الحلة دي صغيرة مش هتقضّي الرز، مش هتعرف أسخّن فيه. فضّيت بقى الرز كان بتاعي والله كان مفلفل، بس عشان إيه من التلاجة كان مفلفل أهو، بس الحبّة والحبّة دول أنا باحبه يعني، رز حبّة وحبّة غير الشعرية. رُحت جاية مفضية بقى في الحلة دي عشان أسخّنهم، وسخّنت الرز وعايزاكم بقى تشوفوا اللحمة بقى، يا نهار على لحمة الراس دي، نفسكم تجيبوها كده، اللي ما بيحبهاش يجيبها بس يجرّب. قشطة، مهلبية، مهلبية، زبدة، الله! ريحتها واصلاني يا أم حودة، والنعمة كلت منها، والله كلت منها. بس كانت عسل، كلت الحتة اللسان دي، الواد محمود بقى إيه: "ماما." قُلت: "نعم يا حودة." "اللسان ده بتاعي." قُلت له: "إحنا كده هنبُص في رزق بعض يا حودة من أولها." كان بيكلم هنبُص في رزق بعض، وفعلًا، فعلًا. اللهم لك الحمد يا رب. بعد الراجل ما كلمنا: "يا جماعة ما ينفعش تقعدوا في الشقة لإن خطر." بس هنروح فين؟ ما فيش لا باليد حيلة، لا عارفين نجيب من لا عارفين نحجز شقة ولا عارفين ندفع مقدّم أي شقة، وأهو أدي إحنا مع بعض كده لغاية كرم ربنا قريب بإذن الله. والحمد لله. أحمد بيقول له: "أنت بتصوّر يالا؟" قال له: "لا يا أحمد ما باصوّرش." عشان كان لابس هدوم البيت يعني وكده. أحمد بقى بيقول لي: "أنتِ بتعملي إيه يا ماما؟" مالي بُقُّه، كان لسه صاحي. فقُلت له: "تعالَ يا أحمد ولّع لي العين التانية أصل أنا مش عارفة." أهو ولّعها بالراحة والله، باقول له: "خبرة." بجد والله ولّعها بالراحة، بس أنا كنت خايفة، قال لي: "ما تخافيش يا ماما ثقي فيّا." أنا قُلت يا أحمد هدومي هتولّع والّا حاجة، قال لي: "ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش." اللهم لك الحمد يا رب. الواحد يحمد الله ويشكر فضله اللي هو ربنا بعت لي ناس أحلى ناس في الدنيا، ربنا بعت لي ناس عباده الصالحين اللي يقفوا معايا ويحبوني لله في لله. والله العظيم باشكر ربنا جدًا، 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 وباحبك يا ربنا اللي أنت سخّرت لي عبادك منهم الصالحين. اللهم لك الحمد يا رب. بُص لمّا طلّعت المطبخ، المطبخ بدأ يفلّق إزاي كلّه، بدأ يفلّق تفليقات خلاص، ده يعني الله يرحمك يا مطبخي بقى، كنت راجل محترم جدًا. فأنا هاخلّيه زي ما هو كده في البلكونة كده لغاية يعني كرم ربنا نجيب مثلًا إن شاء الله حتى متر مطبخ بس في المطبخ اللي جوّه، ونقعد يعني حاجات بسيطة هنا وحاجات هنا، لإن الجو تلج بصراحة مش قادرين نقعد في البلكونة، بس أنا كنت قاعدة وأتدفى كده. بُصّوا بقى على الحلاوة بقى، بُصّوا بقى على القراقيش واللحمة دي، يا سلام! الله! عسل، الله طعمه حلو أوي. والنعمة إني كنت إيه، كنت خلاص عمّالة أبلع ريقي. وشوف الشوربة بقى، يا سلام على شوية الشوربة دول.
رُحت جاية غارفة لي بقى طبق كده وعصرت عصرة ليمونة، سخّنا الرز بتاعتنا وسخّنا البطاطس بتاعتنا ويالّا نغرف بقى تعالوا كلوا بقى، تعالوا، تعالوا كلوا بقى اللي وصل معايا لغاية هنا أنا غرفت أهو ليكم، أنا غرفت لكم عشان تقعدوا معايا على الطبلية كده ونقول بسم الله ولقمة هنيّة تكفّي 100 حتى لو بسيط، والله العظيم حتى لو بسيطة بس طعمها عسل كده. يالّا بقى مين اللي هيخش معايا كده؟ خشوا اتفضلوا، باقول لمحمود هات أمّا أغرف في طبق يقول لي جايب لي الصينية. الله! والله شهيتيني، أنا أهو بقى إيه، في حتّة لحمة في الحلة كده أهي، هاخش أكمّلها أنا ريقي جري، مش هاعينها لحد، ريقي جري. والبطاطس بتاعتنا إيه رأيكم بقى في الحمار والحلاوة؟ قشطة يا عم، قشطة يا ولا، هاتي حتّة يا أم حودة، ادّيني حتّة يا بت. يالّا صحة وهنا، أهو صحة وهنا، جبنا الليمونة بقى ويالّا اطقش بقى على طبق الشُرب. أنا باحبها مستوية شوية حبّتين، يعني ما باحبهاش تبقى ماسكة كده هي استوت قال ولا قال استوت، بس أنا باحبها إيه، تكون يعني سِنّة كده، غرفت وسِبتها برضه شوية. يالّا يا أم حودة، اغرفي بقى شوية الشوربة بقى وهاتي ناوليني، الله! أيوًا كده، هو ده الكلام، هو ده الكلام. خلّي بالكم بُصّوا لو هتلاحظوا حتّة اللسان اتخطفت، حتّة اللسان بتاعتي كده اتخطفت، عمّالة أدوّر عليها بيقول لي: "ما تتعبيش نَفْسِك يا ماما هي أهي معايا." ما تتعبيش نَفْسِك، أنا بقى عمّالة أدوّر لي على الحتّة الموز، على الحتّة العسل دي. الله! يالّا يا أم حودة كفاية كده ما تبقاش طماعة بقى، أيوًا كده حُطّي، اعصري بقى لعصرة الليمون، أهو، على رجلِك السكينة يا بعيدة، السكينة يا بت ينيّلِك روحي، اعصري بقى، اشطي، شوف محمود أهو عيب، أنا قُلت كده اتقشطت، هات يا محمود حتّة، اصبر يا محمود كده ابعد عني بقى يا محمود كده خلّيني أقشّرها أهو بُص باقشّرها بتبقى عاملة إزاي، الله! طعمها عسل موس كده، ابعد إيدك يا محمود، ابعد إيدك كده واهدى كده، عشان أنا ما باحبش إيه حد يبُص في الأكل بتاعي، ابعد يا محمود، ابعد بقى، شوف الواد ما سابهاش ليّا برضه، أهو، حُطّي أنتِ رز وبطاطس وكُلي يا أم حودة على ما محمود يقشّر لِك كده ويدّيكِ حتّة، عارف يا محمود لو ما اديتنيش حتّة مش هاسامحك، أنا باقول لك أهو، هُم كلّهم هيشهدوا معايا لو ما اديتنيش حتّة مش هاسامحك، هات حتّة بقى، هات حتّة، حتّة صغيّرة بقى يا حودة زي بعضه، أيوًا كده، شاطر، الله! حلوة، طعمها حلو أوي. أنا بقى ما باعرفش آكل اللحمة يا جماعة غير لازمًا إيه، بالساندوتش كده، يعني أحط حتة لحماية في اللقمة وآكلها كده، أمّا غير كده تقعد تشبّط في لساني وتبقى ليلتها بيض، حتة تانية الله! إيه رأيِك يا أم حودة؟ يا بنتي جريتِ ريقي ينيّلِك، أيوه، الله عسل، عارفة اللي أنتِ هتقولي كده وتعشميني عارفة، عارفاه تفاصتِك، أيوًا كده عضماية جات فيكِ أهي، أحسن هاتي حتة بقى، هاتي حتة صغيرة، طعمها حلوة. نعمة الله رايحة آكل حتة اللحمة اللي فايضة من الحل، هاروح يعني هاروح كده مش هارحمِك، أهو الواد محمود برضه حنيّن ادّاني حتة قال لي: "يا ماما خدي، أنتِ كنتِ عايزة حتة لسان خدي." كلنا بقى أنا ومحمود وطبعًا اللي راح الشغل واللي لسه ما جاش من الدرس وكده، فقُلنا بقى إيه نقعد ناكل لإني ما استحملتش بصراحة أستنى، الله وكيل ما استحملت، حتة اللحمة كانت عسل وريحتها كده ما قدرتش أصبر، ما أنتم عارفين ما قدرتش أصبر. الله! عسل، عسل. على العموم صحة وهنا، واللي وصل معايا كتّر ألف خيركم، باحبكم في الله والسلام عليكم.